شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بسوي معاكم قلب حاشي إن شاء الله. طبعا عندنا هنا لحم من الحاشي، ويا سلام يا سلام ما شاء الله، صلاتي على النبي. قطع حاشي صغير لباني. هنا نشوح البصل مع الشحم حتى يتغير لون البصل شوي، ما أضفت زيت ولا شيء. طبعا هذا الرز المستخدم رز كريمي بسمتي، الكريمي مثله مثل المزة. وهذا رقم الشركة، طبعا هذا أنا أجيبه من عتيقة. الرز جدا طيب، صورته معاكم قبل سنة والجميع مدح فيه وطلبوا وجربوا، فجربوه. سعره طيب والرز طيب إن شاء الله. إن شاء الله تبارك الله. حبة الرز جدا طيبة ما شاء الله تبارك الله. وهنا بعد ما تغير لون البصل أضيف اللحم. بسم الله. يا سلام يا سلام. أقلب الحاشي مضبوط، خليه يتشوح وياخذ نكهة البصل والشحم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندي إضافات بضيفها. هذا بسباس عدني، عندي هنا ثوم وزنجبيل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بضيف الملح فقط، ملح خشن. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. الحين اخلي اللحم يطبخ اكتمل قدر لمدة 45 دقيقة ان شاء الله، بيكون ذايب ذوبان. ممكن 35 دقيقة تكفي، بس انا احبه يكون مستوي زيادة. ننتظر النتيجة ان شاء الله. طبعا عندي هنا الرز ما شاء الله تبارك الله. اغسله وانقعه لمدة نص ساعة او حتى يستوي اللحم. طبعا قبل ما اكتمل قدر لازم اتخلص من الزفر او الريم اللي بيطلع على وجه اللحم، اشيله اول، بعد كذا اكتمل القدر ان شاء الله. وهنا اشيل مثل ما تكلمنا الزفر اللي يطلع على الوجه بهذا الشكل. ما شاء الله تبارك الله. وهنا بعد ما استوى اللحم عندي هنا الرز والفلفل والليمون. بسم الله. حركه كذا تحريكة خفيفة. سكر القدر اول ما يبدأ يصدر صوت هدي النار واحسب له ربع ساعة، لان الرز هذا يحتاج شوي وقت بس يطلع على كيفك. والله اليوم بسوي لكم اقوى خلطة فلفل حار بالعالم. اول شيء عندي هنا الفلفل الكرز، اذا مش متوفر تستخدموا الفلفل هذا الطويل. عندي الفلفل الاخضر والثوم والفلفل الاحمر الحلو. عندي ورقتين من النعناع. هذه اقوى خلطة فلفل حار، ممكن تجربوها مع الرز والكبسات. يوه. نضع الفلفل والمكونات على الخلاط، نضيف الملح الخشن، نضيف القليل من الماء ونضربه حتى يصبح ما يكون ناعم، يكون خشن شوي. ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 شوف. يوه. تفكروا خلصنا؟ لا يا حبيبي، هنا عندي باقي شوي. أضيف عليها القليل من الزبادي والقليل من الطحينة السائلة، ويطلع معاكم الطحينة حارة. ما شاء الله. والقليل من الماء، واضربه بالخلاط. يا حبيبي يا حبيبي. وهذا النوع الثاني. ما شاء الله تبارك الله. نوعين من ألذ الشطات للكبسات. أتمنى تجربوها وتعطونا آراءكم. شيء ما حدا راح يعطيه لكم إلا الشيف منير الحداد. استمتع. ما شاء الله تبارك الله. وهنا بعد ما استوى الحاشي ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. يوه ما شاء الله، صلاتي على النبي. ما شاء الله تبارك الله. والحين بسم الله على صحن التقديم. ما شاء الله تبارك الله. شيء يوه. يا سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الله.
شوفوا كيف اللحم مستوي، شيء ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وهذه كبستنا لهذا اليوم مع الشط الحار. يوه ما شاء الله، اللحم ذايب على الأخير، مستوي، والطعم يضرب بالراس من أول لقمة. ما شاء الله تبارك الله.